العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إرث. نسهلها كالعادة بالعناوين. تطور رعاية الأمومة والطفولة في إقليم عنسبة. توسيع الزراعة المروية في مديرية صنعفة. تأهيل الأسر الراعية للأيتام والمعاقين في مديرية شعب. إثيوبيا تتعرض لغزو أسراب الجراد الأسوأ منذ 25 عاما. اليابان واندونيسيا تدعوان لمواصلة التعاون في الصحة والأمن والأرصاد. وإجراءات قضائية أوروبية بحق قبرص ومالطا. في إطار الجهود الجارية لتحسين وتطوير الخدمات الصحية في ربوع البلاد، شهدت الخدمات الصحية تطورا ملموسا بفضل الوعي المجتمعي المتنامي وتشييد غرف الانتظار الحوامل وإدخال الأجهزة الطبية العصرية. لمزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي بصوت الزميلة صباح جمال. أعلن مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة أن تطور خدمات رعاية الأمومة والطفولة في الإقليم يعكس الوعي المتنامي للمجتمع. وأوضح مسؤول وحدة صحة الأسرة والمجتمع في المكتب السيد بنيام فسهاتيون لوكالة إيرانا أن الرعاية الصحية للأمومة والطفولة زادت في الأشهر التسعة الماضية من 79% إلى 88%، والولادة في المؤسسات الصحية من 64% إلى 78%، وارتفاع التطعيم بالنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن غرف انتظار الحوامل التي تشيد بتعاون وزارة الصحة والمجتمع لتقديم الرعاية الصحية للحوامل التي تبعد قراهم مسافة أكثر من 10 كيلومترات عن المؤسسات الصحية تسهم في الخدمات المقدمة. وأشار إلى تقديم الكادر الصحي الرعاية اللازمة ومتابعة الحوامل والأمهات في القرى البعيد عن المؤسسات الصحية. ويوجد في إقليم عنسبة مستشفى مرجعي و3 مستشفيات عمومية و5 مراكز صحية و25 عيادة و34 نقاط صحية. دعا خبراء الزراعة في مديرية صنعفة المزارعين لبذل الجهد بهدف توسعة التنمية المروية باستخدام المياه الجوفية. وأوضح خبير التنمية المروية في المديرية المهندس شمانوغوس مكيال أن الدراسة التي أجريت عام 2019 بيّنت وجود مساحة زراعية بحوالي 2000 هكتار حول الخزانات، لكن الأراضي النامية عن طريق 3 سدود فقط لا تتجاوز 120 هكتار، داعيا أصحاب البساتين للاستفادة من موارد الأراضي والمياه المتوفرة على أسفل 8 سدود. هذا ويوجد في مديرية صنعفة 11 خزانا و21 حافرا وعدد كبير من الآبار لخدمة مياه الشرب والسقي والتنمية الزراعية. قامت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية يوم 18 من أكتوبر بتأهيل 18 أسرة ترعى الأيتام والمعاقين والمسنين في مديرية الشعب بالمواشي والدواب بقيمة 180 ألف نوفة. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في الشعب السيد إبراهيم عمر أن الأسر الحاصلة على الدعم قد تم اختيارها مسبقا عبر الإدارات واللجان، وهدف البرنامج إيصال هذه الأسر إلى مستوى الاعتماد على الذات، وقدمت لها عموما 256 رأس من الماعز وحمارين وبقرة واحدة. وشكرت الأسر للدعم المقدم مؤكدة العمل للاعتماد على الذات. قدم سكان مناطق سافيرا وكاريبوسا ومباكوخات في مديرية عدقيح الإقليم الجنوبي مساعدات مالية وعينية للأسر المحتاجة في تلك المناطق.
وبموجب المعلومات الواردة وزع في منطقة سافيرة للمرة السادسة 13 كنتال ذرة للأسر المحتاجة، فيما وزع في منطقة كاريبوسا 3 كنتال ذرة ل6 من الأسر المحتاجة، ووزع 24,000 نعفة للمحتاجين في منطقة امباكوخات. في غضون ذلك قدمت الجمعية الوطنية للأمراض الذهنية والجسدية في مديرية صرونات دعما للمعاقين في المديرية. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي قامت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن غزو الجراد لإثيوبيا هذا العام هو الأسوأ منذ 25 عاما، فقد أتى على 200,000 هكتار من الأراضي الزراعية منذ يناير وهدد الموارد الغذائية، فجراد يملأ كيلومترا واحدا من الأرض يمكنه أن يلتهم في اليوم الواحد ما يستهلكه 35,000 إنسان. ويجتاح غزو أسراب الجراد الذي لا يحدث مثله سوى مرة في العمر شرق أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر منذ أواخر 2019، وتفاقم جائحة فيروس كورونا الأزمة هذا العام بتعطيل سلاسل إمدادات منظمة الأغذية والزراعة من المبيدات والمعدات لمكافحته، وجعل الصراع والفوضى في اليمن الذي انطلقت منه بعض الأسراب رش المبيدات بالطائرات مستحيلا، وتزامن ذلك مع أمطار غزيرة على غير المعتاد مما زاد من انتشار الجراد في إثيوبيا. وقال البنك الدولي أن هجوم الجراد سيكلف شرق أفريقيا واليمن نحو 8.5 مليار دولار هذا العام. دعا رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي والرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو إلى مواصلة التعاون في بعض المجالات من بينها الصحة والأمن والاقتصاد. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني اليوم لإندونيسيا في إطار أولى جولاته الخارجية التي يقوم بها منذ توليه منصبه الشهر الماضي، والتي تضمنت أيضا زيارته لفيتنام حيث التقى بنظير الفيتنامي نغوين شوان فوك. واتفق الزعيمان أيضا على العمل عن كثب لمعالجة قضايا إقليمية متنوعة من بينها الأنشطة البحرية المتزايدة للصين، وتعهدا أيضا بتعزيز التعاون في مجال الأمن بما في ذلك اجتماع وزيري الخارجية والدفاع البلدين. وقدم رئيس الوزراء الياباني حوالي 470 مليون دولار في صورة قروض لإندونيسيا للمساعدة في الحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد. كما اتفق سوجا وويدودو على تخفيف قيود السفر بشكل تدريجي بين البلدين، خاصة بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، بالإضافة إلى الممرضين ومقدمي الرعاية القادمين للعمل إلى اليابان. بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قضائية بحق قبرص ومالطا على خلفية منح ما عرف بجوازات السفر الذهبية المثيرة للجدل، والتي تهدف إلى جذب المستثمرين الأثرياء ومنحهم جنسية البلد. وقد أرسلت المفوضية إشعارا لقبرص ومالطا جاء فيه أن منح جنسية الاتحاد الأوروبي مقابل دفع أموال أو استثمارات دون إظهار الأشخاص المستفيدين صلة حقيقية بالدول الأعضاء المعنية يهدد مبدأ المواطنة داخل التكتل. وأعلنت قبرص الأسبوع الماضي إلقاء جوازات السفر الذهبية اعتبارا من 1 نوفمبر بعد أن بثت قناة تلفزيونية تحقيقا في مزاعم انتهاكات لهذا الإجراء. وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان وينغان أنه على الرغم من إعلان قبرص الأخير، قررت المفوضية بدء إجراءات قضائية بحقها، لأن الدولة هي بصدد الاستثمار في دراسة الطلبات المعلقة فضلا عن أن ثمة دعوات لتقديم برنامج جديد. توصلت دراسة نشرت مؤخرا إلى أن الروبوتات ستقضي على 85 مليون وظيفة في الشركات متوسطة وكبيرة الحجم خلال السنوات ال5 المقبلة، فيما يسرع وباء كوفيد-19 التغيرات في مكان العمل، الأمر الذي يؤدي على الأرجح إلى تفاقم الأوضاع.
ووجد مسح شمل ما يزيد على 300 شركة عالمية أن المديرين التنفيذيين في 4 من كل 5 شركات يسرعون الخطط من أجل رعملة العمل ويطبقون تقنيات جديدة ويبددون مكاسب التوظيف التي حدثت من الأزمة المالية في عامي 2007-2008. ووجدت الدراسة أن العمال الذين سيحتفظون بأدوارهم في السنوات ال5 المقبلة سيتعين على نصفهم تعلم مهارات جديدة، وأنه بحلول عام 2025 سيقسم أصحاب العمل أعمالهم بالتساوي بين البشر والآلات. وبشكل عام يتباطأ خلق فرص العمل فيما يتسارع تدمير الوظائف، حيث تستخدم الشركات حول العالم التكنولوجيا عوضا عن البشر في إدخال البيانات ومهام الحسابات والإدارة. انتهت النشرة. هذه تحيات الفريق عمل، ودمتم في أمان الله.